مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم كل حب في سوى المولى حرام، فاغفر اللهم منا ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. أسأل الله أن يعيد علينا هذا الشهر أعواما عديدة، وأن يرزقنا فيه حسن الصيام والقيام، ويعتقنا وإياكم من النيران. واسأل الله أن يجمع كلمة الأمة على لا إله إلا الله، وأن يوحد صفها، وأن يجمع كلمتها، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. أسأل الله. لو طال صمتي فقلبي ليس ينساكم، لا تحسبوا الصمت تقصيرا ونسيانا، يا من نقشتم على قلبي معزتكم، وكنتم في قرار العين سكانا. سألت ربي لكم حفظا ومغفرة، وأن يجمع شملنا تحت العرش إخوانا. أسأل الله رب الفلق أن يحميكم من شر ما خلق، وأن يزيح عنكم الهم والقلق، وأن يعطيكم من خير ما رزق، ويهبكم من عطاياه، ويمنحكم الجنة ورضاه. من فضل الله العظيم ومن سعة رحمته أن تتنوع طرق الخير، ومن ذلك أن تجعل في حياتك أصحاب تحبهم في الله، ليس بينك وبينهم إلا محبة الله، لا دنيا ولا مصالح ولا غير مرضات الله. تتواصلون بالخير، تتعاونون على فعل الخير. وهنا أبشروا بهذه المكانة العظيمة في الجنة. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: لا يبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فجثى ذلك الأعرابي على ركبته وقال: يا رسول الله جلهم لنا نعرفهم، من هم؟ قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اجعل لك أحباب واغنم بارك الله فيك.